السلام عليكم. عندك شوية سميد في الدار، أرواحي تحضري معايا حلوة السميد هشيشة وبنينة وبمقادير جد بسيطة وتحضريها ليه. تبعوا معايا الوصفة للأخير تكتشفوا معايا طريقة التحضير. إذا هنا راح نبدأ. عندي بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، عندي نصف كاس سكر، راح نخلطهم مع بعض مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر. راح نضيف كاس إلا ربع الزيت هكذا ونزيد نخلط. وراح نضيف ملعقة صغيرة لافاني مع شوية ملح. وراح نضيف مبشور حبة برتقال، تقدروا تستغنوا عليه ديروا مبشور حبة ليمون. وراح نضيف نصف كاس عصير برتقال، هنا تقدروا تستغنوا عليها. وهنا راح نضيف علبة جبن طازج، هذا الجبن الطازج هو اللي راح يخلي الحلوى ديالكم تجي طرية وتجي هشيشة وراح تتشقق كامل من الفوق. كما راكم تلاحظون في الفيديو مكونات بسيطة وراح تخرجوا كمية ما شاء الله. اذا هنا راح نزيد نخلطهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا. وهنا راح نبدا نضيف سميد يكون متوسط، ما ديروش سميد يكون خشين بزاف ولا رقيق بزاف. هنا على الكميه تاع سميد راح ندير 3 كيسان سميد. وراح ندير معاه كيس ونصف خميره كيميائيه اي ما يعادل 15 غرام. هنا سميد تقدروا ديروا حتى 3 كيسان ونص اذا كان سميد ديالكم ما يشربش. اذا كان سميد ديالكم يشرب ديروا 3 كيسان يكفي. اذا هكذا راح نضيف الخميره الكيميائيه كيس ونصف كما قلت لكم ما يعادل 15 غرام. اذا هكذا ونزيد نخلط غير بالفوي كما راكم تشوفوا حتى نتحصل على خليط يجي متماسك ويجي طري. طريقة التحضير جد سهلة، تحضريها في وقفة وتجي هايلة. اذا هنا ضفت نصف كاس سميد لان السميد ديالي ما يشربش كما راكم تشوفوا. اذا هنا راح نغطي على الخليط ديالي ونخليه يرتاح مدة 5 دقائق فقط. ما تخليوش الخليط ديالكم يرتاح ولا العجينة ديالكم ترتاح مدة طويلة، راح تولي يابسة والحلوى ديالكم ما تجيش طرية وهشيشة. اذا هنا خليته فقط 5 دقائق كما راكم تشوفوا والسميد ديالي شرب. هنا نقدر نشكل الحلوى ديالي هكذا على شكل كرية وراح نرمدها في جوز الهند. هذه الطريقة طريقة تشكيل جد بسيطة والنتيجة روعة. اذا هكذا راح نعطيها شكل دائري غير باليد ونبسطها شويه ونديرها في صينيه. وراح نشعل الفور ديالي على 160 درجه نخليه حتى يسخن مليح. ندخل الحلوى ديالي نشعل الكوشه غير من التحت، نخلي الحلوى ديالي حتى تحمر من التحت ومن بعد نشعل من الفوق نخليها ثاني تتحمر. هذه هي اذا الحلوى ديالي بعد ما طابت تحمرت جات ما شاء الله. شوفوها تجي هكذا مشقه من الفوق وتجي طريه وتجي كانها مشربه من داخل. حلوه بسيطه خفيفه مقادير جد بسيطه. اذا نتمنى تعجبكم هذه الوصفه.
جربوها البنات، أكيد راح تعجبكم. مليحة هكذا مع قهوة تاع الصباح ولا العشية ولا حتى مع لاتاي يعني تقدموها. ما شاء الله. إذا نتمنى برك تعجبكم، وإذا عجبتكم الوصفة ديالي ما تنسونيش برك بالدعم القناة ديالي باللايك والاشتراك طبعا إذا أعجبكم المحتوى. وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.